السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على ردود أفعال المدربين الذين اتصلت بهم الاتحادية الجزائرية لتدريب الخضر، حيث رفض جميعهم عرض صادي، وكأن لسان حالهم يقول: لا أستطيع تدريب منتخب وطني له 45 مليون مدرب، لا أستطيع تدريب منتخب وطني إعلامي بلده يسعى لتكسيره، لا أستطيع تدريب منتخب وطني رئيس اتحاديته طفل مراهق، لا أستطيع تدريب منتخب وطني اتحاديته لم تحترم عقد مدربه السابق، لا أستطيع تدريب منتخب تنكر إعلامه لصنيع مدرب أحرز معهم كأسا قارية، لا أستطيع تدريب منتخب وطني ينتقده كهنة معبد آمون مثل عجائز الحمام، لا أستطيع تدريب منتخب وطني ينتقده لاعب دولي سابق لا تعدى دقائق لعبه مع المنتخب عدد أصابع اليد، لا أستطيع تدريب منتخب ينتقده مخترع كرة القدم، لا أستطيع تدريب منتخب وطني إعلامه عبارة عن قنوات زي كو، لا أستطيع تدريب منتخب لا يعرف مسيروه معنى الرجال، لا أستطيع تدريب منتخب تطرح صحافته أسئلة شخصية عن المدرب بدلا من أسئلة تكتيكية، لا أستطيع تدريب منتخب يعتقد بعض محللي القنوات إن محرز لاعب عادي، لا أستطيع تدريب منتخب وطني تنكر مسيروه لمدرب ابن بلدهم بحجم جمال بلماضي، لا أستطيع تدريب منتخب وطني يسعى مسيروه وصحافة بلده لتكسيره والتآمر عليه لأغراض شخصية، لا أستطيع تدريب منتخب وطني رئيس اتحاديته ذري، لا أستطيع تدريب منتخب وطني كان مدربه جمال بلماضي، لأني وبكل بساطة لا أستطيع تكرار إنجازاته. كان هذا لسان حال كل المدربين الذين تفكر اتحادية الخرطي التعاقد معهم بدلا من الأسطورة جمال بلماضي. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. تحية عطرة لسيد المدربين وزير السعادة جمال بلماضي. إلى اللقاء في موعد آخر. إذا نسيت سبباً من أسباب رفض المدربين تدريب المنتخب الوطني الجزائري سجلوها في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. مع تحيات الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور.